السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى الف خير. اذا البنات بالنسبه لهاد الفيديو حبيت نشارك معكم واحد الطريقه سهله مهله، يعني بالنسبه اللي كنشريو الدجاج وبحال هكا كنبقاو المهم كنغسلوه داكشي ونخليوه تيستقطر ونستفوه في ميكات. جبت لكم هاد الطريقه سهله، يعني كنبقاو الثلاجه كتعمر لينا بكثره الميكات وداكشي. طريقه سهله زوينه. كنشدو داك الدجاج من بعد ما غسلناه ونشفو داكشي، كنشدو كنستفوه كما كتشوفوا هنا في واحد البلاطو، وكنحاولوا اننا نبعدوا بيناتهم تقريبا واحد سنتيم بحال هكاك باش ما يتلاصقوش لينا. صافي كنشدهم كنخشيهم في الفريغو نخليهم حتى يجمدوا، وملي كنجبدوهم كنلقاوهم هكا بهذا الشكل هكا جمدوا لينا. كنجيبوا واحد الميكا، يعني ميكا وحده غنستعملوا، غير ميكا وحده ما نستعملوش بزاف الميكات، وغنشدوا داك الدجاج كله اللي تكونجلا لينا بهذه الطريقه، وغنستفوه هنا في الميكا كما كتشوفوا بهذا الشكل. صراحه يعني طريقه زوينه يعني شنو نقول لكم، زوينه بزاف، ونتمنىكم تجربوها وداك الشيء. صافي كما كتشوفوا هنايا كنخشي داك الدجاج كله في داك الميكا، يعني بلاصه من الفريكو كيبقى شاد لينا يعني بلايص بزاف وداك الشيء، يعني كثرت الميكات في الفريغو وداك الشيء. يعني ميكا واحده نجمع فيها داك الشيء كامل، يعني فلما نبغي نجبد شي طرف يعني غنجبدو يعني بلا ما يلصق ليا مع الاخر. ونتمنى الحيله ديال اليوم تروق اعجابكم. شكرا لكم والى اللقاء.